يا مساء الفل عليكم. تعالوا نعمل اسهل طريقة للكحك ممكن تشوفيها، وفي نفس الوقت اطعم طريقة برضو. بجد مش هتشتريه من بره تاني، كمان بيطلع لك كمية حلوة جدا. وشايفين ماسك نفسه، بس في نفس الوقت لما بدوس عليه شايفين بيدوب دوبان، بيتحول كده لبسكويت ناعم. بجد خطير جدا وسهل، ما اخدش مني 10 دقايق شغل. تعالوا كده نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل نص كيلو دقيق. هحتاج لنص كيلو دقيق ربع كيلو من السمنة. زي ما انتوا شايفين انا هستخدم سمنة بلدي، ممكن تستخدمي اي سمنة بتحبيها. وهستخدمها بدرجة حرارة الغرفة. هي هنا كانت عندي متجمدة شوية، يستحسن ان انت تفكيها شوية عن كده، بس ما تكونش سايحة، يعني تكون بدرجة حرارة الغرفة. حطيت عليها معلقتين من السكر البودرة، تكوني نخلاهم، او لو انت واثقة ان هو مفيش تكتلات عادي مفيش اي مشكلة. معلقتين من بتوع الاكل كده سكر بودرة، وهنضربهم مع بعض في الخلاط. وعندي هنا حتة خميرة صغيرة، هنا استخدمت الخميرة اللي هي البيرة، حطيتها في شوية مية ومعلقة سكر. وهنا السمنة بتتضرب مع السكر بالشكل اللي انتوا شايفينه كده في الخلاط. عايزة انعمهم شوية كده مع بعضهم. وهنا وزنت الدقيق، كان وزنه معايا 560 جرام، يعني زي 60 جرام. هزود له كمان معلقة سمنة علشان ال60 جرام دول. تمام. ولكن انت زي ما قلت لك اللي هتستخدميه معايا نص كيلو هتحتاجي له ربع كيلو من السمنه. يعني نص كيلو دقيق قصاده ربع كيلو من السمنه. هنزل هنا على الدقيق برشه من الملح، وكمان بكيس او نص كيس، عشان هنا نص كيلو، نص كيس من البيكنج باودر. تمام. هحط عليهم كمان نص كوبايه من السمسم المحمص. لو عايزه السمسم ناي مفيش مشكله، ولكن السمسم المحمص بيدي طعم جميل جدا في الكحك بتاعك. لو عندك اللي هي ريحه الكحك والكلام ده ممكن تستخدميها عادي، اللي هي التوابل بتاعه الكحك دي. ما عندكيش خلاص مفيش اي مشكله، اعملي زي كده وكان تحفه زي الفل. قلبتهم كده مع بعضهم ورجعت تاني للسمنه والسكر بتاعي. المفروض زي ما قلت لكم يبقوا دايبين عن كده شويه، ولكن انا اشتغلت بيهم زي ما هم وبرده الدنيا كانت زي الفل. هجيبهم هنا وهنزلهم على العجين بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ اعمل عملية بس للعجين. يعني ايه؟ يعني من غير ما احط اي حاجة لسه. هبدأ ان انا امسك العجين بتاعي دوت كده، واخلطه كويس بالسمن كده، وافركه بين ايدي كده بالسمن، علشان السمن تتغلغل معايا في كل حتة في الدقيق. انا عايزة الدقيق ده كله يبقى شارب كده من السمن. وزي ما قلت لكم انا هزود معلقة كمان سمن، علشان خاطر انا زودت شوية دقيق. وهقول لكم كمان المصداقيه، مفيش حد ممكن يكون ما بيحطهاش يعني، بس انا بحطها. حطيت معلقتين من الزيت علشان يدوني تماسك شويه القرصه، بحيث ما تتهريش مني بسرعه، يعني تبقى ماسكه نفسها وفي نفس الوقت تبقى دايبه. بس المهم ان هي امسكها كده الاول، يعني تبقى في مكانها ما تتهريش. لميت العجينه معايا بالشكل ده كده في السمن وفي معلقتين الزيت، ونزلت عليهم هنا بالخميره. الخميره كنت مدوباها في نص كوبايه ميه. شوية خميرة، اللي هي حتة الخميرة كنت مستخدمة خميرة بيرة، في معلقة السكر، في نص كوباية مية. ونزلت بيهم كده على العجين، وبدأت ان انا الفه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده لحد ما لف معايا. لو لقيتيه ان هو لسه ما لمش معاكي ممكن تلميه بمعلقة سمنة كمان، علشان كل زيت كل دقيق بيختلف عن النوع التاني. يعني ممكن تلميه بمعلقة سمنة او معلقة لبن مثلا لو عايز تستخدمي لبن. تمام. هتبدأي ان انت تشكلي بالشكل ده، بحيث ان انت تضغطي على حتة العجين كده تلاقيها ما بتشققش معاكي. هنا لقيتها بتشقق معايا، هشوفها محتاجة ايه، مثلا احط لها معلقة سمنة بس. تمام. بس هي ظبطت معايا زي ما قلت لكم. على ربع كيلو السمنة زودت عليهم معلقة سمنة عشان 60 جرام، ومعلقتين زيت. تمام. تبقى بالشكل ده زي الفل. هتشوفوا كمان شكلها كمان شوية، هنا لسه بتشقق اهو. هبدأ ان انا الم فيها تاني. تمام. عشان السمنه بتاعتي كانت متجمده زياده عن اللزوم، فما كانتش لسه واخدت راحتها في العجين. هتشوفوا الشكل اللي انا عايزه اوصله هو الشكل اللي هيبقى معانا ده كده. تمام وزي الفل. العجينه كده شكلها ناعم معايا وزي الفل. خلاص هبدا اخد واحده كده وبرده اقرصها كده، لقيتها كويسه معايا. تمام. هبدا ان انا اسيبها ترتاح. في ناس ما بتحبش تخمر الكحك، يعني في ناس بتحب ان هي تشتغل بيه على طول، ولكن الكحك اللي بتشتغلوا بيه على طول ده يعني ما بيعيش كتير، وكمان ساعات ما بيستويش من جوه كويس. هنا اهو زي ما قلت لكم انا بوريكم ان انا يعني كورت واحده كده لقيتها ما بتشققش، انا كده زي الفل معايا. المهم ان انا هسيب العجين بتاعي ده يرتاح او يخمر لمدة ساعة. لو عايزة تاكلي كحك صح ما تستعجليش عليه، سيبيه ساعة
علشان انا جربت اللي هو كده وجربت اللي هو كده. عايزه اقول لكم ان انا جربت اللي هو ما بيخمرش دوت، ما رضيتش ان انا انزله ليكم اصلا. فاللي هو بيخمر دوت حلو جدا، وكمان بيعيش اطول. فاحنا هنسيبه يخمر ساعه، يعني لحد ما تخلصي حاجه وراكي مش عارفه ايه كده، هتكوني عملتيه، هتكوني سبتيه يخمر. بعد كده هعمله في الصاجان بتاعه بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. كورته كله. لو انت هتحشيه هيطلع لك وزن طبعا اعلى. لو هتحشيه ملبن تمام ممكن تحطيه زي ما هو. لو حشيتيه عجوه بتخلطي العجوه بمعلقه سمنه كده وتبططيها وتحطيها جوه الكحكايه. تمام. طب هنا بقى في المرحلة ديت، لو انت عندك البصامة بتستخدمي البصامة، عندك المنقاش بتستخدمي المنقاش. طب لو زي حالتي كده كان البصامة بتاعتك ضايعة، فانا اتصرفت وجبت المشط بتاع الحلويات، وبدأت ان انا انغص بيه كده في الكحكاية علشان تدي اي شكل معايا. هوريكم برضو شكله. بصوا شكلها في الاخر في السوا طلعت مظبوطة جدا. دوت شكل المشط بتاع الحلويات. ممكن كمان تستخدمي الشوكة. شايفين ده شكله كده؟ بدأت ان انا انغز بيه كده بالطول وبالعرض في الكحكاية عشان تديني اي شكل عليه من فوق كده، وادتني الشكل اللي احنا بنعمله بالبصامة عادي. لو ما عندكيش ده ممكن تعملي بالشوكة، بالبصامة، بالمصفى، بأي حاجة عندك. عايزة تسيبيه سادة كده مفيش أي مشكلة. دخل الفرن. فرن ساخن طبعا على درجة حرارة 180 ل200. لو فرنك هادي هتشغلي عليه بالظبط تلت ساعة، بياخد معاكي تلت ساعة. طب بعد التلت ساعة ما اخدش لون من فوق، لو انت فرنك زي كده ما عندوش شواية، هتولعي عليه 5 دقايق الشواية وهتلاقيه باللون ده. طبعا انت لو انت بتحبيه فاتح ما تعملهوش كده، يعني انت هتتابعي لونه بالشواية. انا بحب يكون اللون ده يكون ذهبي من فوق من تحت. في ناس بيحبوه يكون ابيض من فوق، لا انا ما بحبوش كده. تمام خلاص اهوت. لما بيخرج بقى بيكون طري، اوعي تلمسيه ولا تيجي جنبه نهائي خالص. اول ما بيخرج بتسيبيه خالص يهدى مكانه، ما بتجيش ناحيته نهائي خالص. هنبدأ تاني يوم بقى او بعدها مثلا بساعتين، المهم بس يكون برد تماما معايا. شايفين الذوبان يا جماعه؟ ماسك نفسه، يعني ماسك نفسه في مكانه بحيث ما يتحطمش كده وهو في مكانه. وفي نفس الوقت تيجي تلمسيه بصي بتحول دقيق معانا. بجد خطير، وسمنته مظبوطة جدا وسكره مظبوط وكل حاجة فيه مظبوطة على الشعرة. هنا خلاص اهوت. يعني زي ما قلت لكم هنا هو كان برد، يعني هو لما بيكون لسه ساخن ما بنجيش جنبه نهائي خالص. بعد كده بنكون مجهزين طبعا سكر بودرة، لو انت عايزه تحطيه على قد الاستخدام. عايزه اقول لكم السمسم جوه انا مكتراه، بجد عامل طعم خطير جدا في الكحك. يعني وعايزه اقول لكم يعني ما شاء الله الكميه دي كلها طلعت من نص كيلو دقيق. يعني الكيلو بره من الكحك، اقل فرن بره بيبيع كيلو الكحك ب250 و260 و290 جنيه. فليه يعني انا طلعت كيلو، ممكن يكون اكتر كمان، من نص كيلو من الدقيق بس، وربع كيلو من السمنة. خلاص هنا جبت سكر بودرة، وهبدأ ان انا عشان هو كمية اصلا يعني مش اللي هو كتير اوي، انا عامله نص كيلو دقيق بس، فهحط سكر عليه كله. لكن لو انت هتخزني هتجيبي كرتونة او علبة تخزين وهتبدأي ترصي فيه الكحك بتاعك بين كل طبقة والتانية. هتحطي كيس، ما تحطيش ورق زبدة. لو حطيتي ورق زبدة هيمتص منك السمنة اللي في الكحك وهيبقى ناشف. لا، هتحطي بين كل طبقة والتانية كيس تخزين وتقفلي عليه. يا رب يكون عجبكم. سلام عليكم.